السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بزاف ديال الناس عندهم العين وعندهم الحسد وعندهم السحر وكيطيحوا وكيتصرعوا وكيديروا الرقية وكيطلع داك الشي كاع وكيهضر فيهم، ولكن واحد الحاجة اللي كيجهلوها هما ما كيحاولوش يفرقوا بين الشيطان اللي عندهم واش قوي ولا ضعيف. حيت إلا عرفتي واش هاد الشيطان اللي عندك قوي ولا ضعيف حتى أنت كتعرف كيفاش غتعالج راسك. راه فرق بين العلاج إلا بيتعالج واحد قوي وكاين الفرق إلا بيتعالج واحد الشيطان اللي هو ضعيف. راه كاين فرق بزاف جدًا، واحد الفرق شاسع. اليوم في هاد الحلقة هادي غادي نحاول نشارك معاك 3 ديال الأنواع ديال الجن. 3 ديال الأنواع ديال الجن هادو كيتعتبروا أقوياء وكيتعتبروا خطيرين جدًا. إلا عندك هاد 3 حاول تجتهد معاهم في العلاج، وحاول تزيد كتر من داك الشي اللي كنتِ كدير في العلاج ديالك. هاد 3 هادو اللي غادي نبدا معاك إن شاء الله تعالى، إلا عندك منهم ولو غير واحد راه غنقول لك غير اجتهد عليه، وحاول أنك تزيد من داك الشي اللي كدير. وإلا كاع لقيتي شي راقي اللي يحاول يساعدك، إلا كنتِ كدير عنده حصص ديال العلاج، هذا حتى هو راه غادي يساعدك بإذن الله تعالى. حيت ديما العدو ديالك خصك تعرفو، انت حيت كتحارب مع واحد الحاجه ما كتعرفهاش، واحد الحاجه داخله للذات ديالك، فهي كتعتبر عدو ديالك. فداك العدو ديالك الا بغيتي تحاربو خصك تعرفو هو الاول، تعرف القوه ديالو، تعرف اش من سلاح كيستعمل، تعرف اش من النوعيه ديال التحصين عنده، باش انت تعرف كيفاش غتعامل معاه وكيفاش غتواجهه. هذا هو يعني العلاج اللي خصو يكون عند اي مصاب. خلونا بلا ما نطولوا عليكم ان ناخذوا الاولاني من هاد الثلاثه اللي قلت لكم. الاولاني اللي غنهضروا عليه اللي هو كيعتبر من الشيطان الاقوياء وكيعتبر خطير، وهو الجن الطيار. بزاف ديال الناس كتسمع راه كاين الجن الطيار، راه عنده الجن الطيار. هذا الجن الطيار هذا كيتعتبر خطير وكيتعتبر من الاقوياء. من ناحيه القوه هذا الشيطان هذا الطيار عنده من ناحيه القوه كيتحمل. واخا تقرا عليه صباح وعشيه، واخا دير ليه بزاف ديال الحوايج، دير ليه الزيت، دير ليه بعض الخدمات، دير ليه كيبقى متشبت ومتحصن وكيتحمل. ما غادي يكون حتى ردة فعل وما يتاثرش ليك، ولكن هادشي كنقولوا راه مع التكرار راه غيتاثر. راه ملي كنشارك معاك هاد المعلومات ماشي باش نقذف في قلب ديالك الياس، لا، راه غير كنشارك معاك كيفاش غتخدم مع الطيار الا عندك. هاد الطيار قلنا كيتحمل وكيتحمل وكيصبر، ولكن انت رغم ما كيصبر غير استمر على علاج، واحد النهار غادي ما يبقاش يقدر يتحمل. راه هو عنده قدره على التحمل وكيصبر، كيدير دوك عنده شي ضفار بحال هكا كيغرسهم في الكتاف ديالك، وكيبقى غارس دوك الكتاف وعنده واحد الجناح كبار كيلفهم كيدورهم على راسو وكيتخبى وكيبقى كاع شاد ليك في كتافك. وهو كيكون في الكتاف وفي اليدين وفي الرقبه، كيشد من هاد البلاصه هادي حتى الكتاف وكيشد معاهم حتى اليدين. علاش كتلقى داك اللي عنده جني الطيار ديما كيحرك يديه بحال كيطير؟ فهمتي؟ فهو كيكون في هاد البلايص، كيكون في هذوك الكتاف، كيغرس الظفار ديالو وكيشد بحال هكا وكيغطي راسو بالجناح ديالو. هكا كيتحصن، هو كيدير بحال الشكل كيما كيدير. كنعتقد الخفاش حتى هو كيدير هاد الطريقه. الا شفتوا داك الخفاش ملي كيكون معلق كيتعلق من رجليه وكيدور عليه الجناح ديالو، كذلك هاد الطيار نفس هاد النوعيه ديال الخفاش. فهو كيتحصن وكتكون عنده واحد القوه ما تقدرش تخترقها الا مع التكرار. هذه الاولى. بالنسبه للخطوره، هاد الطيار هذا عنده واحد القدره اخرى ميزو الله تعالى على البقيه الشياطين الاخرين. اشنا هي؟ عنده واحد الميزه ديال خفه التحرك في الجسد، تنقل في الجسد. يقدر فجاه يعني في بلاصه يتحرك في الذات ديالك، تحس بهذاك الشيء كيتحرك في الذات ديالك بحال شي نبضات ديال القلب. تشوفهم يضربوا هنا واحد شويه غيبدا يضرب هذاك الشيء هنا بحال شي ضريبه تاع القلب، وهنا راه كيتحرك في الذات ديالك. وعلاش بعض الرقات ملي كيقول لك راه انا هذاك الجن الطيار اللي عندك راه خارجي كيخرج وكيدخل؟ علاش كيقول لك كيخرج وكيدخل؟ حيت هو ملي كيدير لك الرقيه كيبقى يقدر يتحرك، ولكن ما قرا لك مره اخرى ما تبقاش تحرك. وهنا كيقول لك راه كيدخل وكيخرج، هو ما كيدخلش، هو ما عندوش قدره يدخل ويخرج، لا، ولكن عنده قدره يغبر. غادي يبان في بلاصه، غادي يغبر يتخبى في شي بلاصه في الذات ديالك. يعني عنده ديك القدره ديال التخفي، وعندك القدره ديال السرعه بالزربه. بالزربه غيتحرك يتخبى في شي بلاصه. يلا يقول الراقي بسم الله، غادي يغبر هو في شي بلاصه، تقرا عليه تما ما يتاثرش. فهمتي؟ فهذه الاولى الجن الطيار، ولكن غير استمر عليه. راه ملي غتوصل ليه لواحد الوقت اللي غادي ياكل فيه العصا راه غيتاثر باذن الله تعالى. الحاجه الثانيه اللي هو الجن العاشق. بزاف ديال الناس كتلقى عندهم المس العاشق وكياخذ مده باش كيتعالج. علاش هذاك المس العاشق؟ المس العاشق كيتعتبر حتى هو قوي، حتى هو راه قوي. علاش قوه؟ القوه ديال المس العاشق هو واحد النوع ما كيستسلمش وما كيأسش وكيبقى يتحمل. ديري ليه المسك، ديري ليه اللي درتي ليه، كيبقى متشبت. حيت هو كيعتقد ان هذاك الجسم كيحبو كيعشقو، ان هذاك الجسم الا خرج من شي بلاصه اخرى ما غاديش يلقى بحال هذاك الجسم. وهكا كيفكر هذاك الشيطان او هذاك العاشق، كيفكر ان ما كاين حتى شي واحد احسن ليه من هذاك الجسم اللي هو داخل ليه. فهنا كيبقى يتحمل، كضربو دير ليه الزيت ما كيتفارقش مع ديك بلاصه، مع داك الجسم ما يتفارقش معاه.
إلا ب66 كشفها كما كنقولوا، إلا من خلال الضغط والعلاج والاستمرارية حتى كيكره داك الجسم وكيكره ديك الذات وكيخرج. هنا راه كيتعتبر من الأقوياء حيت علاش؟ حيت قلنا كيبقى متشبتا بالجسد وما كييأسش وما كيعياش ودير اللي درتي كيبقى صابر معاك وشاد وصابر كيقول هنا غتعيا، هنا غتحبس، هنا ما باقيش دير الرقية، هنا غدير، هو دائمًا ولكن أنت إلا استمريتي عليه صافي كيطلع ليه الدم واحد الوقت وكيزيد بحالو. هذه الثاني. الثالث هو الجني الغواص. الجني الغواص هو واحد النوعية ديال الجن كتكون كتغوص في الماء، كتكون في البحار، كتكون في الأنهار، كتكون في المراحيض مثلًا، وحتى الله عز وجل ذكرهم في القرآن حينما قال: "ومن الشياطين كل بناء وغواص." هاد الغواص هذا عنده المكان ديالو يتخبى فيه هو الكرش، هو البطن ديال الإنسان، هو عزيز عليه يغوص، عزيز عليه البلاصة اللي فيها الفضلات، اللي فيها يعني السوائل، كاينين المسالك البولية، في القولون، في المعدة، يعني هو كيغوص في هاد البلايص هادي، وكيتعتبر من الأقوياء حيث كيمشي لواحد الأماكن مجوّفة، واحد الأماكن ما تقدرش توصل لهم أنت مثلًا بالرقية ولا بالضغط ولا بالزيت، يعني أنت ملي غدهن الزيت دهنها غير فوق الجلدة، ولكن هو راه كاين داخل ديال المصران، المصران مجوّف هو داخل الداخل ديالو قاعد فيه، هنا كيتعتبر من الأقوياء حيث كيسلك واحد المسالك أو واحد الأماكن اللي كيحاول يتخبى فيهم باش ما توصلوش حتى شي حاجة، هنا كيتعتبر الجني الغواص حتى هو كيتعتبر من الشياطين الأقوياء اللي عنده حتى هو بعض القدرات اللي يقدر يتحمل، ولكن قلنا مع الاستمرارية راه كل هاد الثلاثة اللي قلت لكم لا الطيار ولا العاشق ولا الغواص راه كيبقاو دائمًا ضعفاء، الله عز وجل قال: "إن كيد الشيطان كان ضعيفًا." راه ملي كنقول لك هادو أقوياء هُما في العالم ديالهم، هُما في العالم ديالهم كيعتقدوا أنهم هُما الأقوياء ولكن إحنا كمسلمين كإنس نعتقد أن الله عز وجل قال: "وإن كيد الشيطان كان ضعيفًا." فنعتبره يكون طيار، يكون غواص، يكون عاشق، يكون مهما كان، يبقى دائمًا قدامنا ضعيف. المهم هو أنك تستمر عليه وتواصل العلاج ديالك وتتبع العلاج ديالك، وإلا كنتي كتبع مع شي راقي تبع داك الشي اللي كيقول لك المعالج ديالك، وراه غتخلص منهم بإذن الله تعالى في الآخر. راه داك الخروج راه غيجي واحد النهار غادي يخرج، بز منه شاء أو كره، راه غيجي واحد النهار وغادي يخرج منه. درتي الرقية أو درتي زيت أو ما درتيهمش، راه ملي غيجي واحد النهار لكل أجل كتاب، نهار يجي واحد الأجل راه غادي يخرجوا منك بإذن الله عز وجل. المهم أنت ما تأسش وما تستسلمش، واصل العلاج ديالك حتى يخرجوا منك بإذن الله تعالى. نتمنى أن في هذه الحلقة هذه عطيتكم على الأقل واحد الفائدة، إن شاء الله تستافدوا منها. إلا عندك هذه النوعية اللي ذكرت قلت لك واصل عليهم العلاج وكمل إن شاء الله تعالى حتى يأذن الله لك بالشفاء والخروج ديالهم بإذن الله تعالى. نلقاكم في شي حلقة أخرى وفي شي معلومة أخرى بإذن الله تعالى. يلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.